إنها آيتكم أيها المسترزقون، أيتها السقاية، أيها المشجعون، وأيها الذين انتصبوا من أجل الدفاع عن الشذوذ الجنسي وعن الاتجار في أطفالنا. نقول لهم أنتم خارج السكة وخارج الطريق، أنتم عادون، أنتم تركبون سفينة الشذوذ، فساء مصيركم، لقد خسئتم وأف لكم ثم أف لكم. مولينكس اليوم مثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة سيلاب بطنجة، تنصب وحضرنا لتمثيل النسيج الجمعوي 2 جمعيات، وحضر زميلي الأستاذ شتاتو بعدما تجاوز وعكته الصحية وتنصب هو الآخر وتقدم بطلبات عبارة عن مرافعة، ونجيب المتطفلون والمتطاولون على القضاء، وحاشا أن يتطاولوا على القضاء، إن القضاء أشرف منهم وأعلى منهم وأسمى منهم. إنما نقول لهم إن طلباتنا هي عبارة عن مرافعات، لأننا أكفاء ولأننا نتقن مادتنا التي هي القانون والمرافعة في المادة الجنائية. أما من يطرطر ومن يتبضع نقول له يعني ارجع إلى حجمك وابتعد عن الملفات المعروضة على القضاء، ولا تتطفل ولا تحشر أنفك في هذه الملفات، وأن مصيرك ماذا هو مزبلة التاريخ. في كل مرة يمنون النفس، وفي كل مرة يكذبون على قطيعهم بأن مولينكس بريء قبل أن يصدر القضاء كلمته في مولينكس. يحلفون بالأيمان ويقسمون بالله في الشهر الفضيل بأن مولينكس سيغادر السجن، وأنهم سوف يقيمون معه حفلا خليعا بالرقص، خليعا من أجل استفزاز المغاربة الشرفاء، من أجل الضرب في الأعراض. يعني شخص يعتقل على ذمة قضية أخلاقية. القضاء يعني أخذ قراره في شخص النيابة العامة المحترمة هنا باستئنافية طنجة. قاضي التحقيق بذل مجهودات من أجل إجراء الأبحاث في إطار الاستنطاق الإعدادي. أحيل الملف على الجلسة والقضاء لا يزال يبذل المجهودات الجلسة والجلسة، ويستمع لنا بأريحية وبسلاسة، ويأتي المتبضع ويقول مولينكس بريء، لعل في حركة استحمارية للقطيع. أما المغاربة الشرفاء فهم أذكى من ذلك، إنهم لا يحترمون ذكاء المغاربة. وبالتالي المحكمة اليوم توجه صفعة جديدة لهؤلاء الأشباح ولهؤلاء الشواذ، توجه لهم ضربة قاضية. يتأخر الملف بطلب منا وبطلب من زميل من هيئة طنجة تنصب عن ضحايا آخرين وتنصب في وأيضا المفاجأة الكبرى أنه تم إحضار آدم بن شقرون الذي تم استغلاله لما كان قاصرا هنا بطنجة داخل الحانة وبمدينة مراكش. تم استغلاله من قبل حسب محاضر الضابط القضائي وحسب أوراق القضية، وهذا هو ملف مولينكس، ما يزيد عن 1000 وثيقة، وهم يتبضعون بورقتين ويبخسون مجهودات الضابط القضائية. وتبخيس مجهودات الضابط القضائية هي جريمة يعاقب عليها القانون. يتطاولون على القضاء ويحاولون التأثير عليه بشطاحاتهم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون. اتركوا أيها المتطفلون القضاء يقول كلمته، اتركوا الدفاع يقوم بعمله. نحن لا نلتفت إليكم، ولكننا فقط نحذركم. اليوم مولينكس يستمر اعتقاله، النيابة العامة ترفض إطلاق سراحه، والجلسة تتأخر إلى 31/3 من أجل مواصلة النظر في هذه القضية. وبالتالي نقول كما قال المتنبي ختاما: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويعظم في عين صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. نحن قادرون على أن نثبت في الساحة وأمام القضاء جدارتنا وكفاءتنا
وشجاعتنا من أجل مسايرة هذا الملف والملفات الأخرى إلى النهاية، ولن نلتفت إلى شطحاتهم وإلى خبثهم وإلى نفاياتهم التي أصبحت تزكم الأنوف. ونتحداهم من يشجع الرذيلة ومن يشجع الشذوذ الجنسي ومن يشجع أمثال مونينكس، نتحداهم إن استطاعوا أن يخرجوا إلى الشارع ويعلنوا ذلك. سوف يتلقون الصفعات، أقول بالقانون، وسوف يتلقون اللعنات من المغاربة الشرفاء، وهذا ما نلمسه في الشارع وأيضا داخل قاعة الجلسات، بحيث يحضر جمهور من الطنجاويين يساندنا ويشد على أيدينا. ما تنساش تدير لايك وتخلي رأيك كيهمنا بزاف.